السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الرابع الابتدائي والمامز، إن شاء الله في الفيديو ده مجمع لكم كلمات المهمة بتاعت يونت 1 ويونت 2، كمان مجمع لكم الجرامر المهم في الوحدتين والباراجرافات المهمة على الوحدتين. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الأول كده عايزين نعرف إن عندنا كلمات بحتاجها عشان أحفظها كتابة، وكلمات علشان أحفظها لما تجيلي في صيغة السؤال أبقى فاهمة الكلمة دي معناها إيه. طيب الطلبة الشطار قوي قوي دول هيحفظوا الكلمات اللي موجودة في الورق اللي أنا هعرضه لكم دلوقتي كلها. طيب الطلبة اللي من كتر حفظ الكلمات بيحسوا إن كله دخل في بعضه، طيب هنعمل إيه؟ عندنا نوعين من الكلمات. قلنا في كلمات بحتاجها في الباراجرافات دي لازم احفظها كتابة، وفي كلمات عايزة احفظها بعينيا واحفظ معناها بالعربي عشان لما تجيلي في صيغة السؤال اعرف اجيب السؤال وافهمه واعرف اجاوبه. طيب تعالوا مع بعض كده هلفت انتباهكم لكلمات اللي هي نحفظها بالعين بس. طبعا كل الكلمات اللي هنا هتبقى حفظ كتابة. زي ايه اللي انا هقوله دلوقتي؟ كله كتابة، تحفظوه كتابة. انا عندي كلمة فود طعام، فود طعام. عندي درينك شراب يعني حاجة يشربها. تشيكن، تشيكن يعني لحم دجاج. جرابس عنب. كل دي بنحفظها كتابة. ميلك لبن. اونيونز بصل. رايس أرز. بوتيتوس بطاطس. باناناز موز. مانجوز مانجو. شوجر كان قصب السكر. ووتر ميلون بطيخ. فيجيتابلز الخضروات. فارمرز مزارعون. عندي لانش ميل، لانش يعني وجبة الغداء، ميل وجبة. طيب من اول عندي هنا وجبة الغداء والميل دي هنعمل جنبهم ايه؟ ان دي الكلمات اللي عايزين نبقى عارفين معناها، مش لازم كتابتها. مع قدام ان شاء الله هنبدأ خلاص تبقى من الكلمات اللي لازم تحفظ كتابتها، لكن في الوقت الحالي نحفظ الكلمة معناها ايه. طيب وجبة العشاء برضو دينر. طيب عندي وجبة العشاء دينر. وجبة الفطار بريكفاست. سبيشال يعني خاص. delicious لذيذ. country بلد. دي جنبهم صح، يعني هنبقى نحفظ الكلمة معناها ايه بس بعينينا، نبقى حافظين country يعني بلد. طيب عندي بعد كده بقية الكلمات اللي مش جنبها صح بنحفظها كتابة. grow يزرع، دي فعل verb. raise ودي مهمة نربي، دي verb. عندي Egypt مصر. produce ينتج، ممكن دي برضو نحفظها نبقى عارفين معناها. eat يأكل، دي تتحفظ كتابة. طيب عندي healthy صحي، عكسها unhealthy بزود لها un. طيب كولا مياه غازية. candy حلوى. busy مشغول. different مختلف. قلنا اللي جنبيه صح بحفظ معناه، لكن اللي مش جنبيه صح كله بقى بحفظه كتابة. والشاطر قوي هيحفظ كل الكلمات. عندي awesome يعني رائع. عندي wheel chair كرسي متحرك. salads سلطات. milk shake مشروب لبن مخفوق. عندي desert صحراء. sports رياضات. weekend عطلة نهاية الأسبوع، دي برضه احفظ معناها. طيب عندي walk يعني يمشي. grandma الجدة. house احفظ معناها. family عائلتي. talk verb معناه يتحدث. shops محلات. make يعني يصنع. verb برضو يعني فعل. practice verb يعني تدرب. every يعني كل. week يعني اسبوع. طيب كمان معانا كلمة water يعني ماء. play يعني يلعب. park يعني حديقة. scientist عالم. animals حيوانات. plants نباتات. with مع. hot حار كلمة مكررة تاني. طيب نبدأ هنا في lesson 3 folk tale يعني قصة شعبية. عندي كمان competition، دي بقى مهمة علشان نبقى عارفين ان competition معناها tries to win، بيحاول ان هو يفوز، عشان لو جات لنا في السؤال الاختياري او حاجة نبقى عارفين معناها. عندي emperor يعني king. عندي gardener جنايني. عندي palace اللي هو where an emperor lives المكان القصر يعني اللي هو الامبراطور بيعيش فيه. عندي honest الاتش سايلنت ما بتتنطقش، فهنا معناها doesn't lie يعني ما بيكذبش، عنده امانه. empty يعني فارغ. important هام. pot اناء او وعاء. dead يعني ميت. give فعل يعني يعطي. say يقول. live يعيش. beautiful جميل. seed بذور. gardener بستاني. plant نبات. look after يعتني بيه. look at ينظر إلى. sun يعني شمس. ask يسأل. work hard يعمل بجد.
ذا تشيف اللي هو الطباخ أو رئيس الطهاة. عرفنا الكلمات اللي جنبها صح دي احنا بنحفظها بعيننا، بنبقى فاهمين معناها ايه. did يعني يفعل، clean ينظف، paint يدهن، دمياط دمياط، land يعني أرض، governorate يعني محافظة، rich يعني غنية، وبتيجي بمعنى شخص غني، او بقول ان مثلا التربة او الارض دي غنية بالنيترينتس بالمواد الغذائية. عندي فيشر من صيادو السمك اللي هي جمع صيادين السمك يعني. طيب عندي كاتش يمسك، سي يعني البحر، دمياطي تشيز الجبن الدمياطي، فيموس يعني مشهور، بارت جزء، هاف مليون نصف مليون. طيب في حته مهمه كده لازم ناخد بالنا منها، ان في جابان في اليابان you can buy a watermelon ممكن تشتري بطيخه that looks like a pyramid شكلها شبه ايه الهرم but you can't find it in Egypt ولكن مش هتقدر تلاقيها فين في مصر. طيب عندي بقى تعالوا نشوف الفرق ما بين but وand. قال لي but دي يعني لكن، بربط بين فكرتين متناقضتين وبفصل ما بينهم بالكوما، الفاصله دي اللي هي اسمها الكوما بالانجلش تبقى على السطر. طيب I want to play football but my leg hurts. أنا بحب أو بريد أن أنا ألعب كرة قدم ولكن أنا رجلي إيه تؤلمني. طيب أو مجروحة. عندي كمان my brother is Egyptian أنا أخويا مصري but في كوما اهي على السطر وبعدين إيه but his wife is French ولكن زوجته بتكون إيه فرنسية. أمال and معنى بربط فكرتين متشابهتين I eat vegetables and I exercise أنا باكل الخضروات وبتدرب. طيب بس خدوا بالكم هنا مفيش كوما اهي. طيب عندي الفاولز. ايه هي الفاولز؟ قال لي انا عندي حروف الانجليش مفهومش غير 5 بس فاولز، 5 حروف متحركة. الحروف المتحركة في الانجليش هي الاو اخد رسمة الوش A E I U. طيب انا عندي هنا الحروف المتحركة دي في منها يتنطق short vowels يعني حروف قصيرة المقطع أو قصيرة، وفي long vowels اللي هي حروف طويلة. قال لي أنا عندي هنا الحروف المتحركة القصيرة هي أصوات بيتم نطقها بشكل قصير بتبقى سريعة زي إيه bag mix مام. نطقت الاي والاي والاو بسرعه وما خدوش وقت. طب امال عندي الحروف المتحركه اللي بتبقى لونج فاولز دي بتصدر صوت طويل لما بتنتهي الكلمه كمان بالاي او الماجيك الاي السحريه، فبتبقى الحرف هنا المتحرك بيصدر صوت طويل وبيصدر الصوت بتاعه. يعني لو الحرف ده A بيتنطق A، لو الحرف I بيتنطق I، لو O بيتنطق O وهكذا. زي كيك اتنطقت A لان حرف الانجليش بالاي اسمه A. عندي رايس اتنطق الاي اتنطق زي ما هي اي. نوز اللي هي الانف. ليه؟ لان انا عندي اي او الماجيك اي اللي في الاخر دي بتقول ايه؟ بتقول انا هختفي انا خالص واخلي الحرف اللي معايا يتنطق باسمه زي ما بيتنطق بالظبط. تمام. طيب انا عندي في الانجليش عندي حاجه ساعات حرفين كده او 3 حروف بيتضافوا في الاول الكلمه، فلما يتضافوا في اول الكلمه ده اسمها بريفكس، ولما يتضاف في اخر الكلمه اسمه سفكس. طيب البريفكس دي اللي هي بتيجي في اول الكلمه، قال لي انا عندي البريفكس دي يعني حروف كتير بس احنا عندنا دلوقتي اللي هو حرف الار اي. قال لي الار اي دي بتساوي كلمه اجين يعني معناها ان الحاجه اتكررت تاني. قال لي طيب زي ايه؟ he painted his house again هو دهن بيته again. طب نحذف كلمة again دي ونبدأ نحط repainted قبل الفيرب فتبقى he repainted his house هو أعاد دهان منزله. طيب جزئية المثل اللي عندنا بتعلمنا ازاي ننطق الارقام. هي عندي بترتبها من طريقة الاسندنج يعني اوردر يعني ترتيب تصاعدي، ببدأ من الصغير للكبير، وقلنا ان احنا نفتكرها انها بادئه بحرف الاي. ascending يعني بادئه بحرف الاي فببدأ من ايه؟ من الالف لما من الصغير لما للكبير. طيب قال لي انا هنطق الرقم الكبير ده ازاي؟ قال لي ده هسميه ده عندي هنا أحاد عشرات مئات وألاف. خانة الألاف دي كلها الألاف اسمها إيه؟ اسمها thousand. طيب يبقى أنا كله هنا هنطق الأول ده إيه؟ أحاد عشرات مئات الألاف فتبقى 544 كلهم على بعض إيه جانب إيه؟ الثاوزند. وأرجع أقول بقى دي 432. طيب
تعالوا كمان نشوف الباراجرافات المهمة على الوحدة الأولى. احنا كل ده لسه في الوحدة الأولى. عندي how to be healthy. how to be healthy هنبدأها، وممكن نستفاد من الجمل دي في أي باراجراف تاني مادامها ممكن تتكتب فيه. عندي بيقول my name is علي، أنا اسمي علي. I think I am healthy، أعتقد إن أنا صحي. I do a lot of sports، أنا بعمل رياضة كتير. I don't eat candy، ما باكلش حلوى. I like fruit، بحب الفاكهة. My favorite fruits are bananas and watermelon، أنا فاكهتي المفضلة هي الموز والبطيخ. طيب my governorate، محافظتي. أو لما يقول لي كلمي عن دمياطة governorate، سواء قال لي ده أو دي، هقول دمياطة governorate produce many good things، بتنتج أشياء كتيرة جميلة. the farmers، المزارعين can grow rice، بيقدروا يزرعوا رايس. tomatoes، طماطم. potatoes، بطاطس. sweet، lemons، grapes and جوافز. دمياطة governorate is، محافظة دمياط بتكون famous for its kind people، مشهورة بناسها الطيبة. life in دمياط governorate is good، والحياة في محافظة دمياط بتكون كويسة. طيب تعالوا بقى لو اتكلمنا عن أي محافظة تانية وليكن ألكسندريا أو أليكس. أليكس دي اختصار كلمة ألكسندريا، بنحط لها نقطة بس مش معناها إنها فول ستوب، دي معناها نقطة اختصار. أليكس governorate، محافظة الإسكندرية is famous for its kind people، اللي هي مشهورة بناسها الطيبة. in أليكس، في الإسكندرية there is أليكس library، في مكتبة الإسكندرية. أليكس governorate، محافظة الإسكندرية has very beautiful beaches، فيها شواطئ جميلة. I should visit it، يجب أن أزورها with my family، مع عائلتي. طيب احنا كده خلصنا مع بعض الوحدة الأولى أو يونت 1. تعالوا نبدأ مع بعض في يونت 2. يونت 2 كلمات برضو المهمة اللي فيه اللي لازم نحفظها كتابة هي كلمة animals، حيوانات. desert، صحراء. birds، طيور. lizard، السحالي. insects، حشرات. phoenix fox، ثعلب الفينيك. crocodile، تمساح. snake، ثعبان. spider، عنكبوت. camel، جمل. live، يعيش. country، دول. huge، ضخم. scary، مرعب ومخيف. think، يعتقد. helpful، مفيد ونافع. dangerous، خطير. eat، فعل يأكل، معناه يأكل. controls، يتحكم. ugly، قبيح. all، كلهم. important، مهم. which، أي بتسأل عن غير عاقل، تسأل حاجة مش عاقلة يعني. cute، يعني الأليف أو لطيف. do you agree، هل توافق، معناها هل توافق. amazing، يعني حاجة رائعة. طب عندي كمان strong، يعني قوي. delicious، لذيذ. fur، اللي هو الفار. clothes، ملابس. flat feet، قدم مسطح، دي لما بصف بها الجمل. beautiful، جميل. eyes، عيون. horses، خيول أو أحصنة. grass، عشب. water، ماء. need، يحتاج. pelican، بجعة. bear، دب. paw، قدم الحيوان. clouds، مخالب. hungry، جائع. river، نهر. peak، منقار. angry، غاضب. kind، عطوف وطيب. pear، كمثرى. bees، بسلة. pin، دبوس. bee، نحلة. bird، طائر. rhyme، غزال الريم. harness، القرون الحيوان. the Sahara desert، الصحراء الكبرى. عندي كمان ears، يعني أذان، أذن كتير. طيب ear إذا المفرد يعني أذن واحدة. thick، سميك. mice، الفئران. طيب تعالوا برضو ناخد المعلومة دي، بيقول لي فيها ان the Sahara Desert covers large parts of 10 countries، الصحراء الكبرى بتغطي أجزاء كبيرة فعلا من 10 دول في إفريقيا. It's very big، وهي كبيرة قوي. but Antarctica، ولكن القارة القطبية الجنوبية is bigger، أكبر من الصحراء الكبرى. طيب تعالوا بقى كمان نشوف مع بعض الادجكتيف، الصفات. انا عندي لما اجي اتكلم على الصفه بقول علي اسطول، علي بيكون طويل فبصفه ان هو طويل. طيب لما اجي اتكلم على شخص تاني مع علي عامل ايه؟ حاجه اسمها مقارنه. فالمقارنه دي بحط الصفه او الادجكتيف واحط جنب الصفه اي ار وزان. تعالوا نشوف كده، علي مفرد ولا جمع؟ يعني ياخد از ولا ار؟ لا ياخد از، لان ده علي شخص واحد يبقى علي از. احط الصفه طول ازود لها ايه؟ اي ار واحط بعدها زان. علي ستولر زان. زان مين؟ احمد. طيب اذا جات لي بقى صفه كبيره، كلمه مثلا زي beautiful او difficult، ينفع احط ازود لها اي ار واخليها اكبر مما هي فيه؟ طبعا لا. امال هحط لها ايه؟ هحط لها قبلها لا اما more
يعني اكتر او less اقل، زائد الادجكتيف الصفة زائد than. مثلا هنا منى is more beautiful than أمينة، منى أكثر جمالا من إيه؟ من أمينة. طيب فيه شواذ في كل قاعدة فلازم تتحفظ. قال لي لما تكون صفة بتنتهي بحرف ساكن بيسبقه، ده حرف ساكن اهو الجي، حرف ساكن يعني ايه؟ كل حروف الانجليش ساكنة ما عدا الخمس حروف الفاولز، ما عدا الخمس حروف المتحركة اللي هي الاي والاو والاي والاي واليو. طيب انا عندي هنا ادي اخر حرف اهو ساكن قبليه حرف متحرك، يبقى الحرف الساكن ده هيتضاعف، ان اتضاعفت عشان في هنا اي متحركه يبقى thinner. big برضو الجي اتضاعفت عشان في هنا الاي ايه متحركه فتبقى bigger. طيب قال لي الصفات التي تنتهي بحرف الواي، هحذف الواي وهضع الايه الاي اي ار، زي ايه noisy بقت noiser، heavy heavier. طب اللي بتنتهي بايه هزود لها اي ار تبقى nice nicer. طيب تعالوا نشوف جزئية الماس. قال لي أنا عندي whole numbers دي الأعداد الصحيحة، أمال كلمة fraction دي معناها كلمة الكسر. طب أنا عندي هنا الكسر، عندي مثلا اللي فوق البسط اسمه ايه numerator، طب المقام اسمه denominator. طب احنا عارفين ان كل ما يبقى فيه رقم حاجة ضغط عليه يبقى قيمته بتقل. طب انا عندي هنا ده رغم ان هو واحد بس بيبقى اكبر، بعد كده يبقى التلات ارباع، بعد كده النص، بعد كده الربع، يبقى اكبر حاجة إيه واحد على واحد دي الاكبر، وهكذا. طيب عندي بعد كده اما يجي يسأل يقول how tall is it، ما طول او كم يبلغ طوله، الاجابة عليها دايما هتبقى ايه بالام، يعني هي اختصار كلمة متر. طيب عندي كمان how heavy is it، عايز الوزن او الحجم بتاعه يبقى ايه، هيبقى بالكيلوجرام كي جي. طيب عندي كمان how fast is it، كم تبلغ سرعته، هتبقى كي بي اتش اللي هي كيلو بايت في الساعة. طيب عندي how long does it live، بيعيش قد ايه، بكتب بقى بالyears او بالسنين من كذا لكذا، او بكتب العمر بتاعه وبعدها كلمة years يعني سنين. طيب ناخد بالنا من التمييز اللي هو الييرز والام والكي جي والكي بي اتش، دي بتيجي كل سؤال بيبقى محتاج التمييز بتاعه ايه. يعني هاو هيفي لان ممكن تجي لي مثلا هاو نقط ويجيب لي مثلا ايه الاجابه حاجه في اخرها كيلو جرام، يبقى دي ايه هاو هيفي، مش ما ينفعش اقول هاو فاست، لا ده يبقى تبقى هاو هيفي. طيب تعالوا كمان ناخد بفرق بين قصتين البي والبي. البي اللي هي فور بن اللي هي زي كلمة بن دي بحط كده صبعي قدام الماوس بتاعي ولا يخرج ايه هوا كده، بيخرج اير وانا بنطق الكلمة. لكن البي زي فور بوك زي كلمة بوك دي ما بيخرجش منها هوا، لكن بيحصل فيه فايبريشن احتكاك عند الاحبال الصوتية فبتعمل ايه الصوت البي، ولكن ما بيبقاش فيه هوا خارج من الماوس بتاعي او من فمي. طيب تعالوا بقى نشوف حاجة كمان في الجزئية دي او في الوحدة دي اسمها فاكت فايل، هي ملف الحقائق. طيب ملف الحقائق ده بيبقى عبارة عن جدول بيجيلي بكتب من خلاله باراجراف او بكتب من خلاله حقائق عن الانيمال اللي انا بتكلم عنه. رأس السؤال بتاع الباراجراف بيقول لي write a paragraph of about 24 words، عبارة عن 24 كلمة. طب تعالوا كده نشوف الباراجرافات المهمة في الوحدة دي. قال لي camels and horses الجمال والأحصنة. camels and horses are animals بيكونوا حيوانات، they are strong animals هي حيوانات قوية. camels are perfect for the desert هي ممتازة للصحراء، او ممكن نقول camels can live in the desert الاسهل ليكم، ممكن الحيوانات تعيش في الصحراء. طيب camels are taller than horses الجمال اطول من الاحصنه. camels are slower بتبقى ابطأ than horses ابطأ من الاحصنه. طب تعالوا نشوف rhyme gazelles. هنقول rhyme gazelles look very beautiful بيبدو جميلا جدا. they live in the Sahara desert بيعيشوا في الصحراء الكبرى. they eat grass بياكلوا الاعشاب leaves اوراق الشجر and plants والنباتات. they have big ears لديهم اذن كبيره and long horns اللي هي القرون. they don't need to drink a lot of water ما بيحتاجوش يشربوا ميه كتير. نيجي بعد كده نتكلم عن the fennec fox.
ثعلب الفينيك قال لي هو lives in the deserts، بيعيش في الصحراء أو في الصحاري. it is smaller than other foxes، هو أصغر من الثعالب الأخرى. its ears are big، أذنه بتكون كبيرة. the fennec fox needs big ears to hear، بيحتاج الأذن الكبيرة عشان يسمع. insects الحشرات and small animals والحيوانات الصغيرة. the fennec fox eats insects، بياكل الحشرات. lizards السحالي and small mice والفئران الصغيرة. the fennec fox loses heat، بيفقد الحرارة. from its ears من أذنه. at night في المساء it's cold، بيبقى الجو بارد. the fennec fox's thick fur الفرو بتاعه السميك keeps it warm، بيخليه يشعر بالدفء. خلصنا مع بعض الحاجات المهمة الخاصة بيونت 1 and 2. دمتم في أمان الله.